السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في تكملة حل كتاب الامتحان. طبعا بعتذر الفيديو اللي فات بتاع العجلة، والله أنا عملته بس نزل من غير صوت فانطفيت، قلت والله مش هعمل. فكده كده كان درس سهل يعني. القانون الأول بيقول لك إيه؟ استمرار دوران المروحة فترة من الزمن بعد انقطاع التيار، طبعا بسبب القصور الذاتي. يتزن الجسم عندما تكون المحصلة عليه صفر، صح؟ عندما يكون ساكن، صح؟ عندما جميع ما سبق، صح. لأن كده قانون نيوتن الأول، سيجما اف تساوي 0. 3 دي جت في امتحان قبل كده. بيقول لك إيه؟ حافلة تقف في إشارة مرور، اصطدمت بها حافلة أخرى بسرعة من الخلف. بص يا شباب، نظرية ثابتة، حركة مفاجئة يبقى للخلف، توقف مفاجئ يبقى للأمام. فإيه اللي حصل؟ أهي دي حركة مفاجئة يبقى اللي خلف توقف أهي. خلاص؟ طيب. رقم 4، حاول شخص دفع صندوق كتلته 50 كيلوغرام موضوع على سطح أفقي خشن، لكنه لم يستطع، فإن محصلة القوى المؤثرة على الصندوق. بص يا شباب، محصلة القوى معناها اف، والاف عبارة عن كتلة في عجلة، فالجسم واقف يعني السرعة صفر، يعني العجلة صفر، يعني الاف صفر. تتحرك سيارة على طريق أفقي بسرعة ثابتة متأثرة بقوة احتكاك، فيكون مقدار القوة التي يؤثر بها المحرك على السيارة. بص بقى، عربية اهي، ما دام بتتحرك بسرعة ثابتة يعني محصلة القوة بصفر، قوة المحرك تساوي الاحتكاك. طب الاحتكاك ب 1500، يبقى المحرك برضو 1500. 6 طبعا ده شكل سرعة منتظمة، يبقى عجلة بصفر، يبقى قوة بصفر. 7 الشكل البياني المقابل يمثل العلاقة بين السرعة والزمن، عليه 3 قوى F1 F2 F3، بحيث يكون اتجاه كل من F1 و F2 معاكس لاتجاه F3. يعني F1 و F2 بيشدوا في اتجاه و F3 عكسهم، فطبيعي عشان يحصل اتزان أو جسم يتحرك بسرعة منتظمة فمجموعهم يساوي F3. 8 الشكل البياني المقابل يمثل العلاقة بين القوة على جسم متحرك والزمن، فإن الفترة الزمنية التي يتحرك بها الجسم سرعة منتظمة، يعني عجلة صفر، يعني قوة صفر. فين قوة صفر؟ أهي. وده كان قانون نيوتن الأول. كمية التحرك حاصل ضرب الكتلة في المعدل الزمني للتغير في الإزاحة. ده كده كده كده، ده مين؟ ده كده تن تن تن، ده السرعة. فسرعة في كتلة كمية تحرك. ألقت طائرة مكافحة للحرائق وهي تطير أفقيا بسرعة ثابتة بحمولتها على غابة مشتعلة، ثم أكملت. يا شباب، مش كمية تحرك كتلة في سرعة؟ فقال لك السرعة ثابتة، لما ألقت حمولتها إيه اللي حصل للكتلة؟ قلت، فإيه اللي يحصل؟ كمية تحرك تقل. 11 في الشكل المقابل سيارتان 1 و2 تتحركان على طريق مستقيم ولهما نفس كمية التحرك، فإن كتلة السيارة التانية يعني B1 يساوي B2. طب ما B1 M1 اللي هي 2000 في V1 اللي هي 50 يساوي M2 اللي هو عايزها في V2 اللي هي 20 على حسب، تطلع معاك ج. كرة بولينج كتلتها 4 و6 كيلو جرام تتحرك بسرعة منتظمة،
فما السرعة المنتظمة التي تتحرك بها كتلة 46 جرام؟ بُص، ليكون لها نفس مقدار كمية التحرك. يعني B الحالة الأولى تساوي B الحالة التانية. طب ما B الأولى كتلة في سرعة، يعني 4 و6 في السرعة اللي هي V. كمية التحرك التانية 46 جرام. في حاجة هنا، لازم يكونوا نفس الوحدة. فإما أحوّل الجرام للكيلو جرام، يا إما أحوّل الكيلو الجرام لجرام، واحدة من الاتنين. فتيجي نحوّل دي، أضرب في 10 أس 3 يبقى 4600 في على 46 في 2. اقسم ده على ده يفضل لك في 2 تطلع معاك ب100. خلاص؟ أهم حاجة التحويل. 13 نسر كتلته 10 كيلو جرام يطير بسرعة 20. إذا اقتنص فريسة كتلتها 1 كيلو جرام وطار بنفس سرعته، فإن النسبة بين كمية تحرك النسر وكمية تحرك النسر والفريسة. ماشي، يعني عايز B1 على B2. B نسر كتلته ب10 وسرعته 20، نسر وفريسة يبقى كتلته 11 في سرعته اللي هي زي ما هي برضو 20. فال20 هتطير مع ال20 يبقى 10 على 11. 14 جسمان 1 و2 كتلتيهما M و2M، كتلتهما M و2M على الترتيب يتحركان في خط مستقيم بسرعة منتظمة V و2V كما بالشكل. فأي العلاقات الآتية صحيحة؟ طبعا B1 M2V، B2 2MV، يعني قد بعض، ولكن ده في اتجاه وده في اتجاه تاني، كمية تحرك كمية متجهة، يبقى بالتالي 14 تبقى رقم ب. 15 الشكل المقابل يوضح جسم A كتلته M سرعته V وكمية تحركه B، وجسم آخر كتلته 2 M على 2 وكمية تحركه 2B، فتكون سرعته، صلي على النبي بالراحة، ليه مليون سكة؟ مش B بتساوي M في V؟ طب 2B بتساوي M على 2 في كام V أنا معرفش؟ ممكن أعمل حاجة حلوة خالص. إيه هي يا شباب؟ إن أنا أقسمهم على بعض، فالB هتطير مع الB والM هتطير مع الM، يبقى نص يساوي V، وهنا النص بتاعت V2 وهنا V2. ماشي، وشوية رياضة بقى. واحد يديك تقريبا إيه 4 باين صح كده؟ أو في طريقة تانية، مش هو قال لك طريقة تانية أهي، مش هو قال لك إن الB بتساوي M في V وال2B بتساوي M على ال2 في V؟ معرفهاش. طب ما أنا ينفع أشيل الB دي وأحط مكانها M في، يعني 2 M في يساوي M على ال2 في 2، فالM هتطير مع الM مع الM أهو، الM هتطير مع الM، يبقى 2V بتساوي V2 على 2 اضرب في 2 4. العلاقة بين كمية تحرك جسم وسرعته هي علاقة طردية. 17 الشكل البياني يمثل العلاقة بين إزاحة الجسم أي النقاط أكبر كمية تحرك. أولا B جسم ساكن، فأنت لغيت ب ود. تعالى بقى بالراحة كده ركز، الاتنين قاطعين نفس المسافة أو نفس الإزاحة، بس ده خد زمن أكتر صح؟ يبقى سرعة أقل. طب ده خد زمن أقل يبقى السرعة أكبر، وكمية تحرك زي السرعة، ما دام سرعة أكبر يبقى أكبر.
18 الشكل البياني المقابل مش عارف إيه، عايز مقدار كمية تحرُّك. الB M في V، الM ب4، الV 8 على 4 ب2، يبقى 18,000. 19 جسمان A وB كتلتيهما M و3M يتحركان في نفس الاتجاه بعجلة منتظمة. طبعًا موضوع سهل خالص. الشكل ده الميل هو الكتلة. مين أكبر كتلة؟ B، يبقى أكبر ميل. يبقى أكيد وأنا مغمض عيني تبقى ب لأنها الأكبر. وطبعًا ده خط مستقيم عجلة منتظمة زيادة بانتظام. قانون نيوتن الثاني. خارج قسمة القوة على المعدل الزمني للتغير في السرعة اللي هو V، معلش اللي هو A، يديني الكتلة. خلي بالك بقى أقول لك حاجة، إن درس القوة ده قصة كبيرة أوي، ولكن القصة دي قلّت لإن في حاجات كتير جدًا في المنهج متشالة، لإن المنهج كبير جدًا، جدًا، جدًا. فتلاقي في بعض الكتب زي كتاب الوافي ما شالش الأفكار اتشالت. يعني نيوتن التاني ده فيه حركة أفقية وحركة بزاوية وحركة رأسية وقصة، قصة، قصة، قصة. بس إحنا شرحنا جزء بس اللي هو الأفقي ده اللي في المنهج. الوحدة كيلوجرام في متر في ثانية أس -1. أضعف الإيمان جرّب. تعال نجرّب دي أهي. نيوتن كيلوجرام في متر في ثانية أس -2 في ثانية يدّيك دي. عندما تؤثّر قوى محصّلة ثابتة على جسم ساكن. هو كان ساكن، فبيتشد بقوة ثابتة. هو مين اللي بيثبّت القوة؟ مش القوة M في A؟ كده الكتلة ثابتة، يبقى اللعب فين؟ في العجلة. يبقى ساعتها الجسم ظاهر السكنة غلط، سرعة منتظمة غلط. هل بقى عجلة متزايدة والّا عجلة منتظمة؟ طبعًا عجلة منتظمة ثابتة لأن القوة ثابتة. يبقى ج. سيارة كتلتها سرعة منتظمة، يبقى القوة بصفر، لأن القوة كتلة في عجلة، فما دام منتظمة ما فيش عجلة. طبعًا دي سهلة، عايز العجلة F على M 2 على نُص ب4. إذا أثّرت قوة F كمية تحرُّك، ما هي الF بتساوي دلتا B على دلتا T. يعني الدلتا T عبارة عن دلتا B على F، يبقى 250 على 500 نُص. 26 أثّرت قوتان متساويتان، يعني F1 تساوي F2 على كتلتين مختلفتين، يعني M1 ب5، A1 ما أعرفهاش، M2 ب1. فاكتسبت عجلة A1 وA2 ب20. فإن A1 وماله 20 في 1 على 5 4. 27 سيارة كتلتها 900 كيلو جرام DM تتحرك شرقًا بسرعة 20 على طريق مستقيم. استخدم قائدها الفرامل فتباطأت بعجلة منتظمة 5 متر على الثانية تربيع. فإن مقدار قوى الاحتكاك، واحدة واحدة بقى، بُص كده، F المحركة تساوي F الشد ناقص F الاحتكاك، ده القانون بتاعي. فأنا أمّا دوست فرامل شِلت دي. خلاص؟ حتى السالب عادي. طب ما F المحركة كتلة في عجلة، كتلة في عجلة، بس مجموعتين من الطلاب يسحب كل منهما صندوق في اتجاهين متضادين كما بالشكل. فتحرك الصندوق وكانت قوة الاحتكاك أولًا ده بيشد ب1.5 وده بيشد ب1، يبقى ده هيتحرك كده بنُص. ودايمًا الاحتكاك عكس الحركة، عكس الحركة، ربع. فإن الصندوق يتحرك يمينًا بسرعة ثابتة، طبعًا سرعة ثابتة لو قد بعض. يسارًا بسرعة ثابتة، يسارًا بعجلة ثابتة، يمينًا. هو طبعًا كده هيتحرك إيه؟ يمين. سرعة ثابتة لأ، ده في قوة مختلفة. عجلة ثابتة.
طبعا دي سهلة خالص، ده بيشد ب400 وده بيشد ب150، يبقى الطرح 250. أنا بشد ب100 وهكذا. العجلة، ما العجلة قوة على الكتلة، المحركة على الكتلة. 5. هنا ال200 هتشيل ال200، 800 ناقص 770 30. طب العجلة 30 على 20. سيارة كتلتها 1500 كيلو جرام، بدأت حركتها من السكون يعني في اي بصفر على طريق أفقي وقدرها كذا وقوة الاحتكاك كذا، فإن مقدار القوى المحصلة اف بتساوي قوى المحرك قوى الشد ناقص اف احتكاك 750. طرحه العجلة قوة على الكتلة نص 750 على 1000 ونص. 32. النسبة بين العجلة التي يتحرك بها جسم كتلته 2 كيلو والعجلة التي يتحرك بها، والله العجلة يعني هو عايز A1 على A2، يعني M2 على M1 عشان علاقة عكسية، يبقى 4 على 2 ب2، يبقى 32 د. 33. الثلاث قوتان محصلتان متساويتان، يعني F1 يساوي F2، فإذا كان الكتل الجسم الأول 5 واكتسب عجلة 8 وكتل التاني معرفهاش بس اكتسب عجلة 48 على 3 ب16، فاضل لك M2 رياضة. 40 على 16 بالآلة الحاسبة، 40 على 16 2.5. 34. إذا تحرك جسم كتلته M من السكون بعجلة منتظمة A، فأصبحت كمية تحركه B خلال زمن T، فإنه بعد مرور زمن 2T. واحدة واحدة بالراحة، ركز بقى معايا هنا وافهم اللعبة. اللعبة بتتكلم في ايه يا باشا؟ افهم كده الكلام بيقول ايه. دلوقتي الاف بتساوي بي على تي، والاف كتلة في عجلة، يبقى كتلة في عجلة بتساوي بي على تي. قال لك ايه؟ كتلة من السكون بعجلة منتظمة ايه؟ يعني ثابتة، كمية تحركه بيه خلال زمن تي، فإنه بعد مرور زمن 2 تي. طبعا الكتلة ثابتة والعجلة ثابتة، فما دام الزمن زاد البي تزداد. الشكل المقابل يوضح 3 سيارات لكتلتها M تقف لإظهار إشارة المرور، فإن ترتيب الحالات من حيث أقصى قيمة للعجلة التي يمكن أن تتحرك بها. طبعا الاتنين بيزقوا بنفس الدفع، يعني اتنين نفس الإف أو التلاتة نفس الإف، نفس المحرك. حلو كده، بس ده كتلته أقل وده كتلته أكبر وده كتلته أكبر، فبالتالي العجلة عكسي. صح كده؟ العجلة عكسي، فاللي كتلته أصغر عجلته أكبر. خلاص، فأنت بالتالي هتلاقي عندك اهي الإجابة A أكبر، بعديها البي، بعديها السي اهي. 36. تعمل الوسادة الهوائية على تقليل القوى، وذلك عن طريق بيزود فترة التعرض. ليه؟ القوة بتساوي دلتا بي على دلتا تي. أنا عايز قوة قليلة، فبالتالي قوة قليلة فبزود زمن التعرض للصدمة، زي لو أنا رميت بيضة على المخدة مش هتتكسر، أما لو رميتها على الأرض هتتكسر. ليه؟ لأن زمن التعرض صفر، خبطة صفر، فكله كبير. أما هنا أنا بزود زمن التعرض، فبالتالي لما أزود زمن التعرض فالقوة المؤثرة بتبقى أقل. 37. سيارة كتلتها 1000 كيلو جرام تتحرك بسرعة 20، ضغط سائقة على الفرامل لتتوقف بعد مضي 10 ثواني من لحظة ضغط.
فإن مقدار والله الإف أو البي معلش بتساوي ام دلتا في. الام ب1000، السرعة 20، 1000 في 20 ب20000، يبقى 37000. 20000 معلش ب. مقدار محصلة قوى الاحتكاك كتلة في عجلة. 1000 في 20/10 ب2، 2000. ماشي؟ طيب. ضغط سائق سيارة تتحرك شرقا في خط مستقيم على الفرامل لتهدئة سرعتها بانتظام، فإن اتجاه كمية تحرك السيارة والقوى المحصلة بعد ضغط الفرامل. تاني. عربية اهي، ركز بقى وراها هنا. عربية اهي، ضغط سائق السيارة تتحرك شرقا في خط مستقيم على الفرامل لتهدئة سرعتها بانتظام، فإن اتجاه كمية تحرك السيارة والقوى المحصلة. أولا هي السرعة قلت ولا زادت؟ السرعة قلت، فكده كمية تحرك سالبة. كمية تحرك ايه؟ سالبة، يبقى عكس الاتجاه، يبقى غرب. صح كده؟ اه. تاني تاني اهو. ضغط سائق سيارة تتحرك شرقا اهي، فإن اتجاه كمية تحرك السيارة والقوى المحصلة المؤثرة عليها بعد الضغط على الفرامل. أولا القوى المحصلة تبقى سالبة، مش عجلة سالبة، يبقى القوة دي في عكس الاتجاه، قوة الاحتكاك، فالإجابة إيه؟ غربا بتاعة القوة، يبقى الإجابة ب هي ج. طب كمية تحرك، كمية التحرك ده يا شباب نفس اتجاه السرعة، كمية تحرك نفس اتجاه السرعة، طب أو نفس اتجاه الحركة، فهنا شرقا تبقى شرقا. ماشي؟ طيب هنا بقى مهمة، السؤال ده مهم. الاف دلتا بي على دلتا تي، طرح دول بكام؟ 40/4 10. في الشكل المقابل يمثل علاقة بينية بين كمية التحرك، فإن القوى المحصلة مؤثرة. طبعا الميل للشكل ده هو اف، ولكن اف سالبة عشان الميل سالب. اف سالبة عشان الميل سالب، يبقى ج. 41. الشكل البياني المقابل يمثل العلاقة بين السرعة الجسم مش عارف ايه، كمية تحركه خلال بي اي بي. اولا السرعة بتزيد، فبالتالي ما دام السرعة بتزيد قلنا السرعة عاملة زي كمية التحرك بالظبط تزداد. مقدار القوة المحصلة خلال بي سي، بي سي سرعة ثابتة فمفيش عجلة، يبقى 0. وسي دي في تغير في السرعة، يعني في عجلة يعني في قوة، يبقى 2 في 41 تبقى ده في 0 تاني معلش. يا دي يا دي يا دي. نحسب بقى. القوة كتلة في عجلة، الكتلة 80، طب العجلة 30 ناقص 20 أو 30/20، 120. خلي بالك بقى من دي، مهمة أوي دي. جسم كتلته ام أثرت عليه عدة قوى محصلة مختلفة على حدة. أولا هو عاكس المحاور، فالميل 1/m، يبقى الكتلة اللي هو عايزها 1/الميل، يعني 3/30 و1/10، يبقى الام نفسها 10، لأن هو عكس المحاور. أو ممكن أقول لك حاجة، القوة ب30 والعجلة ب3، الكتلة قوة على عجلة، بس خلاص بكل بساطة. 43 نفس الكلام، بص عكس المحاور، بيقول لك مين أكبر كتلة يبقى أقل ميل.
أو واي عشان أعاكس. 44 مقدار قوة الاحتكاك. ماشي، ده بيتحرك بقوة 15، يبقى أكيد الاحتكاك بكام؟ 9. 45 واحد تعب 45 الشكل المقابل يوضح جسم كتلته ام، قوته المحصلة اف تكسبه عجلة وجسم آخر مش عارف ايه. سهلة خالص. بص يا باشا، اف بتساوي ام في ايه، والجسم التاني اللي هو 3 على 2 اف يساوي نص ام في ايه واي اللي انا معرفهاش. صح؟ في مليون طريقة. ممكن تشيل دي تحط مكانها ام في ايه، يبقى 3 على 2 ام في ايه يساوي نص ام في ايه واي، فالام هتطير مع الام، 2 هتطير مع الاتنين يبقى 3. فاهمين اللعبة ازاي ولا ايه؟ 46 هي الراجل ده مش هتخلص ولا ايه؟ 46 عايز التغير في كمية تحرك خلال 20 ثانية. 20 ثانية بس. وماله يا عم؟ وماله يا عم؟ 10 في 20 200. طب كتلة الجسم، ما هنا 200 كمية تحرك الكتلة بي على الفي، يبقى 200 على 2 ب100، يبقى 2 ج. 47 عايز التغير في كمية تحرك، وماله؟ بي بتساوي، خلي بالك بقى، خلي بالك، سيارة كتلتها 725 يعني الام 725 كيلو جرام، تحرك بسرعة 2 كيلو 72 كيلومتر على الساعة، يبقى الفي 72 في 5 على 18. تعال نشوف اديك كام. اديك 20. ماشي ماشي. وقوة احتكاك اف تساوي 2 في 10 أس 3. يقول لك ايه؟ التغير في كمية تحرك خلال تلك الفترة، وسرعة السيارة بعد زوال قوة الفرامل مباشرة. واحدة واحدة بروح. أولا هو عايز التغير في كمية التحرك. كلمة تغير في فرق بين مقدار والتغير. التغير أنا عايز اتجاه، فعايز بي 2 ناقص بي 1، فبي 2 دي بصفر لأن هو هيقف فرامل، فالإجابة سالبة يا إيه يا جيم يا دال. حلو. طيب بالراحة بقى، بالراحة في الحتة اللي جاية دي مهمة. دلوقتي أنا عايز التغير في كمية التحرك، مش اللي هي دلتا بي عبارة عن القوة في الزمن، صح كده؟ قوة في الزمن. طب ما القوة 2 في 10 أس 3 والزمن ثانيتين، يبقى سالب 4 في 10 أس 3 قوة في زمن. طيب الطلب التاني بقى يقول لك ايه؟ سرعة السيارة بعد زوال قوة الفرامل مباشرة. ركز بقى واحدة واحدة. بي دلتا بي دي مش عبارة عن بي 2 ناقص بي 1، وبي 2 دي كتلة في سرعة، خدنا كتلة مشترك، يبقى في 2 ناقص في 1. طب ما انت دلتا بي لسه جايبها والفي 1 معاك، صح كده؟ يبقى انا عندي اهو الدلتا بي اللي هي 4 في 10 أس 3 على الكتلة اللي هي 725، يديك 5.5 مش عارف كام كده. خلاص. هو عايز بقى ايه؟ هو عايز سرعة دي. ماشي. وانت معاك السرعة الأولى 20، يديك. خلاص. وكده كده أقول لك حاجة، خليك بس بتفكر معايا.
إن كده أنت بتدوس فرامل فالسرعة هتقل، فأصلًا السرعة 20، فأنت أصلًا دول لغيتهم. فالدلتا بي أهو -4 في 10 أس 3 يساوي 725 في V2 ناقص 20 اللي هي V1 بس. هتجيب V2. قانون نيوتن التالت خلاص ده سهل ده. تحمل طالبة كرة في يدها، إذا اعتبرت أن القوة التي تؤثر بها الأرض على الكرة، طبعا عارفين لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار وفي الاتجاه. يقول لك الأرض على الكرة يبقى الكرة على الأرض. لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. أي الأشكال الآتية قد تحدث في القوتين اتزانا، يبقى نيوتن الأول. ده التالت وده التالت وده التالت. اتزان يبقى نيوتن الأول. ركز بقى في الحاجات دي. يوضح الشكل المقابل تصادم جسمين اكس واي، فإذا أثر الجسم اكس على جسم واي بقوة اف، فإن الجسم واي يؤثر على الجسم اكس. بص بقى، أنا السؤال ده أنا فيه خلاف وأنا مش مقتنع برأيهم أو نية السائل السؤال. هقول لك إيه هي، ما بحبش أحل كده وخلاص وأكون مش فاهم. هو بيقول لك اكس على واي باف، فإن الجسم واي على اكس. هو مش كده، مش احنا عارفين لكل فعل رد فعل؟ فهو كده هو حدد الاتجاه ولا ما حددوش؟ حدده. فانا لو بفهم المفروض خلاص هو عكس الاتجاه احط اف، ولكن هنا هو عايز الاتجاه عشان تفهمه ان هو عكسه وخلاص، عكس الاتجاه، فتقول سالب اف. لو انا انسان بفهم، ما هو خلاص هو حدد الاتجاه يا جدعان، انا هعكس. ولكن انا همشي زي المنهج اكني مش فاهم برص وخلاص. يبقى هو هنا عايز يفهمك بس انك تحط سالب الاشاره، يعني الجمله دي ملهاش لازمه من الاخر. خلاص كده، يبقى انا هحط سالب الاشاره على طول. عند نفخ بالون بالهواء ثم تركه حرا، طبعا عكس الاتجاه. بص 52، اذا اثر اكس على واي بقوه 9 فان واي على اكس. ما انت حددت الاتجاه، المفروض ما احط موجب، ولكن اعمل زيك اكنك حمار ما تفهمش حاجه، حط سالب 9 عشان تفهموا بس ان السالب عكس الاتجاه مش اكتر. يعني الجمله اللي هو حاططها دي مش حاططها ليها اي لازمه خالص، كأنه قال لك فإن قوة رد الفعل ويسكت، ملهاش لازمة. 3 كتب زد واي اكس أوزانها 4 و5 و10. ماشي على الترتيب، موضوع أفقيا مش عارف إيه وبتاع، فإن أنا مش شايف بس إن زد، ماشي زد تحت، فإن مقدار قوة زد على واي. ماشي، ومين بيأثر على زد؟ كتابين 9، فدول بيأثر عليهم 9، يبقى ده بيأثر برضه عليهم إيه 9. خلاص. طب يا مستر هنا ليه ما حطش السالب؟ لأن بص هو عايز هنا مقدار بتاخد القيمة الموجبة فقط، أما لو قال لك قوة رد الفعل من غير مقدار كنا -9. ماشي، تعال نجيب الأفكار العليا. الأفكار دي سهلة يعني، حاطين بس. ماشي، الشكل المقابل يوضح جسم كتلته 4 يتحرك بعجلة مش عارف كام، طبعا 40 هشيل 40، ده كده بيتحرك بقوة محصلة 40 نيوتن، يبقى لازم دي تبقى 120 عشان لما اطرحهم اديها 40. طب ليه يا مستر ما اقولش 200؟ عشان دي الكبيرة مشي كده. 2، الشكل المقابل يوضح كتلتين متلامستين فتكون محصلة القوى على القوى الأكبر. طبعا عايزك تفكر في السؤال ده، احنا بيزق كده وبيزق كده، القوى المؤثرة على ده كله 2 نيوتن، فيا ترى المؤثرة على القوى الأكبر؟ سيبك تبعت لي الإجابة في الكومنتات أو ابعتها لي على الواتس. فكر كده، اللي بيأثر على الجسمين 2، اللي بيأثر على الجسمين 2، طب اللي بيأثر على الكتلة الكبيرة يا ترى 2 ولا أكبر من 2 ولا أقل من 2؟ فكر وابعت لي وقول لي يا باشا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.